تلات بنات خارجين رحلة في عربية بيغنوا وبيسمعوا مزيكا مبسوطين على الآخر. ده بالنسبة للي قاعدين قدام. صاحبتهم اللي ورا اسمها جيون خايفة يعملوا حادثة لأنهم شاربين عصير تفاح. السؤال هنا إيه الرحلة اللي في آخر الليل؟ التلاتة بيسقطوا في الامتحانات وخارجين يغيروا جو. البنت مش عارفة تمشي، عربية نقل في وشهم، راحت شمال العربية قلبت. البنت اطمنت على صاحبتها جيون بخير، وصاحبتهم سون جت في رجلها ومش قادرة تحركها. هيساعدوها عشان يمشوا. بيحاولوا يكلموا الإسعاف، واحدة تليفونها في البيت بيشحن والتانية اتكسر في الحادثة. جيون قالت لهم قبل الحادثة وهما ماشيين شاف التليفون لو رجعنا من نفس الطريق اللي جينا منه هنلاقي تليفون طوارئ، والتليفون بيبقى موجود في الحتة المقطوعة. صاحبتها عجبتها الفكرة، قالت لها اسكتي لو سمعت الكلام من الأول، كفاية تفاح نتنين نرجع البيت. ماشيين في حدود نص ساعة، سون خايفة ترجع البيت، خايفة من أخوها عربيته اتفرتكت، يفيد بإيه الندم. في أصوات غريبة وفي حاجة حركتها سريعة مش عارفين هي إيه. في حد بيراقبهم وصاحبتهم مش قادرة تمشي، وكان في لوحة مبشرة بالخير. منطقة الحوادث المظلمة. سون اتخضت وهتمشي بسرعة. بيوصلوا يا فرحة ما تمت، تليفون النجدة أسلاكه اتقطعت. سون انهارت، خارجة يغيروا جو الامتحانات، وقعوا في مصيبة كبيرة. صاحبتها بيطمنوها هيفضلوا معاها. اللي بيراقبهم بيمشي قريب منهم، بيشوفوا نور بعيد وغالبا هيبقى بيت. بيفكروا هيروحوا هناك. جيون قالت لهم لا، جايز صاحب البيت يبقى مجرم. قالوا لها احنا لو رجعنا البيت هنمشي 3 ساعات، ولو رحنا البيت القريب كلها ساعة، وسون جايز ما تستحملش ال3 ساعات. جيون وافقت يروحوا عند البيت القريب. هي سمعت كلامهم أول مرة وودوها في داهية. بتسمع كلامهم مرة تانية ليه؟ هي سمعت صوت بيقول لها جيون ما تروحيش. سون قالت لها ما تسيبنيش لوحدي. ردت عليها اكيد بيتهيأ لها معاكم مش حاسبكم. استوعبت ان الصوت اللي سمعته صوت امها. سون تعبت، وصاحبتها متخيلت انها شافت واحد لابس هدوم التزلج في الغابة. بعدها الزعيق لما شافوا مناظر غريبة، زومبي بيجري وراهم. المناظر الغريبة دي كلها تهيؤات من صدمة الحادث. بعدها شافوا راجل قال لهم انتوا مشيتوا كتير، هنا مفيش لا كهرباء ولا تليفونات. صاحبتك سون هاخدها اعالجها، وصاحبتهم هتيجي معاهم، وجيون هتفضل هنا تولع شموع الليل كله، ولو احتاج منها حاجة هينده عليها. هي سألته ايه المكان ده، ما ردش عليها. الراجل راح مع صاحبتها وهي فضلت هنا ومن التعب بتنام. بتحلم حلم غريب ان امها جت تزورها في المستشفى. بتفتح عينيها، راحت تطمن على صاحبتها تشوفهم اتأخروا ليه. ماشية وفي أوض كتير، بصت على واحدة من الأوض شافت نفسها صغيرة بتعيط بتنده على أمها. وفي واحدة صاحبتها كانت بتعاني من التنمر وهي ما وقفتش جنبها، والبنت خلصت على نفسها. الأوضة اللي بعدها صاحبتها متكتفين، والراجل الكبير بيعمل تعويذة وفي حد قدامه متكتف وولع فيه، والتعويذة دي هيعملها على البنتين. صاحبتها بيقولوا لها تساعدهم. الراجل الكبير شكله اتغير، بقه بقى كبير ومتخيط، خد باله انها موجودة وطلع وراها. هي خرجت جري، لما خرجت البيت اختفى وفي ناس بتجري وراها. راحت الشارع لقت حادثة، الشرطة موجودين، راحت عندهم بتقول لهم يساعدوها، محدش بيكلمها. في جثتين، بصت تشوف مين دول، صاحبتها، وافتكرت الحادثة. بعدها بتشوف المسعفين شايلينها. هنا هنفهم ان كل اللي شافته كان حلم حلمته هي في المستشفى. قامت تشوف نفسها في المراية اسودت، وسمعت صوت الراجل الكبير قال لها هو انت سألتيني ايه المكان ده؟ استغفر الله. بيقول لها المكان ده الناس بتشوف فيه حياتها قبل ما تموت، وانت خلاص. بصت على السرير كانت بتموت. في المراية هنشوفها ماشية ورا الراجل وصاحبتها مستنيانها.